منين؟ مباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي. شوفوني الحالة هذه بالنسبة للنادي الصفاقسي مع نشاهدوا تمركز الحكم. هوني نشوفوا المسك نتاع ثوادي خارج منطقة الجزاء، يبدا المسك ثم هل تواصل أم لا، ثم سقوط اللاعب داخل منطقة الجزاء. نعاودوا من زاوية أخرى نشوفوا عملية المسك. هوني هذا نشوفوها من هوني اليد ايضا اللي تحطت على الصدر هذيك لا ترتقي الى الخطا، لانه هذيك حاله سقوط اللاعب ما تطلبش يعني الاعلان على خطا. تمركز جيد من الحكم. نشوفوا هوني المسك بدا خارج منطقه الجزاء، ثم نشوفوا اللاعب بدا يسقط، ولكن المسك الجذب من القميص ما كانش جذب صريح، واللي كان على الحكم اللي هو قراءته كانت نصف صحيحة، كان المفروض يعطي مخالفة على المسك اللي صار خارج منطقة الجزاء. اللقطة الأخرى أيضا نفس اللقطة، نرجع لقطة مطالبة الترجي بضربة جزاء في الدقيقة 95. لاحظ توزيع الكرة، تصطدم الكرة بصدر اللاعب، كرة واضحة والحكم يعلن على ركنية. قرار سليم وتمركز رائع للحكم. حقيقة الحكم هيثم أدار مباراة ممتازة بصراحة. نعم. مباراة النادي البنزرتي والملعب التونسي. نشوفوا لقطة الهدف الأول لصالح النادي البنزرتي. هوني محاولة تصدي الكرة من الحارس ثم لمس الكرة ولكن يدخل الهدف. نشوفوا هل صار اعتراض للحارس أم لا. نشوفوا الحارس هنا يصعد ولكن بطريقة معناتها اعتباطيه نوعا ما، ونشوفوا حتى المهاجم حاول هوني غير ناجحه محاوله تصدي الحارس، حتى المهاجم حاول يبعد عن الالتحام، ثم لما يسدد الكره فما اللاعب نتاع الملعب التونسي يحاول محاوله ولكن غير ناجحه. المفروض هنا يتم انذاره، يحتسب بالهدف، ثم يتم انذاره لانه قام بمحاوله لمس الكره متعمد. نعم، انذار فقط مش حمراء. لا انذار فقط لانه لانه البونتو سجل تختلف على مباراه الكلاسيكو تاع ريال مدريد وبرشلونه. حكم اسامه رزقلة تختلف على كلاسيكو ريال وبرشلونه. لو ما دخلتش حمراء. ايوه لو ما دخلتش حمراء وضربة جزاء، ولكن الافضل هو تدخل لان ضربة الجزاء فيها نسبة 20% ما تسجلش. دخلت برشلونه ريال مدريد ظفر الوقت اللي مس الكره في يده ورجع الكره ما دخلتش الشبكه طول. دخلت لا مش مباشر، هو ظفر قبل وقت كان ثم لعبه اخرى ثانيه في الكلاسيكو. لقطه المواليه لقطه المواليه نفس مباراته. شوف في هنا عمليه سلوك مشين من اللاعب هذا باسم البلعابي. شوف العمليه بصراحه يعني غير مبرره، سلوك مشين من هذا اللاعب، اعتداء. شوف كان ممكن يسيطر على الكره لكن ابتعد على الكره وذهب الى ساق اللاعب، وهنا يطرد. بصراحه هو محظوظ ان الحكم زاويه الرؤيه ما كانتش واضحه، لان اللاعب النادي بنزرتي حاجب الرؤيه على الحكم. شوف اللقطه، شوف اللقطه، زاويه الرؤيه كانت صعب جدا الحكم يشوفها. جسم نتاعو جسم اللاعب نتاع نادي بنزرتي اللي هو المصاب نتمنى له سلامات. يعني كان فيه هنا يكون سلوك مشين طرد لهذا اللاعب باسم العابدي. الخط كان نجم باسم البلعابي مساعد الخط بيكون مركز مع اخر ثاني مدافع بعيد في حال تسلل. يلزم يكون الحكم لا هو بعيد من وضعه هنا في النقطه هذه. هذه لقطه ضربه الجزاء نتاع نادي بنزرتي. نشوفوا هجوم ثم توغل من اللاعب، بعد الكرة تهرب عليه، ولكن بعد شوفوا الخطأ هذا خطأ اعتبرناه مجاني. شوفوا معناتها اللاعب كان مسيطر على الكرة، ولكن من بعد نشوفوا المدافع الملعب التونسي يتمكن من ارجاع الكرة ثم خرجت الكرة صحيح، ولكن شوف المسك يصير بصفة مجانية، ولكن ضربة الجزاء معناتها صحيحة. هذاك علاش احنا شفناها معناتها ضربة الجزاء معناتها سليمة، ولكن شفنا الخطأ مجاني. عملية تنفيذ ضربة الجزاء هذه راسي نشوفها معناتها هوني تسجل هدف. الحكم اسامه رزقلة امر بالاعاده لان نشوفوا زملائه دخلوا فبدأوا بالملاحظات تاع الاسبوع الفات. شفناها لا وشفنا حتى من بعد ما تسجل هدف في ضربة الجزاء المعاده كان يعني حسب الصوره تنفيذ نشوفوه مثالي. ناس كل افون ليني الناس كل قبل الواحد.
هذا المطلوب. اللقطة الأخيرة في هذه المباراة في الدقيقة 90 شاهد هنا توزيع الكرة من مهاجم النادي البنزرتي، في طبعا خطأ هنا ما يعلنش عليه الحكم، الحارس يسيطر على الكرة، في تأخير للاعب من قبل المهاجم، وهنا في اعتداء من نفس اللاعب باسم العابد. بسام العابد بسام بولعابد اعتداء غير مبرر به، وطبعا المرة الأولى هو محظوظ الحكم ما شافهاش، لكن هنا طبعا الحكم أسامة مشكور، كانت زاوية رؤية واضحة وتم طرد اللاعب مباشرة بالبطاقة الحمراء. شوف اعتداء يعني غير مبرر، وهو قائد الفريق. هو قائد الفريق يكون قدوة مفروض لكل اللاعبين قائد، وبطاقة صفراء للاعب اللي هو تم الاعتداء عليه باعتبار انه هو تأخر عملية اللعب. قرار سليم من الحكم وأداء رائع من أسامة رزق. نعم. المباراة الأخيرة كملوا مع مباراة نجم الساحلي. احنا ديما نحكيو على سلامة اللاعبين في الأشياء اللي ما يقومش بها الحكام، ولكن هنا حبينا نوريو اصطدام. شوفوا شنو صار. هوني اصطدام خطير عفوي، ولكن عفوي زوز معناتها على الكرة، ولكن الحكم فضل انه يشوف سلامة اللاعبين افضل من ترك الفرصة، لانه شوف هوني طريقة تصرف الحكم مسلم بالخواص، يعني هوني يطالب بالسرعة، لانه هذا ديما نديو به اهم من ترك فرصة او ترك اسبقية او شيء، لانه هذا الخطورة نتاع الإصابة هي تستوجب يعني حسن التصرف مع اللقطات هذوما، فهمتني؟ دونك هذاك علاش حبينا تشجيع خاصة الحكام اللي يقوموا بحسن التصرف في الإصابة. سلامة اللاعبين قبل كل شيء. نعم قبل كل شيء. حال تسلل في الدقيقة 20 أو ضربة جزاء النجم هذه أو ضربة جزاء قبل. نعم. رفع الكرة في عملية زحلقة من المدافع واليد مفتوحة، لمسة موجودة، ركلة جزاء صريحة واضحة لصالح النجم الساحلي. المجازف يتحمل مسؤوليته طبعا. صح. نعم. يتحمل مسؤوليته المجازف. شوف اليد نعم. مفتوحة. وطبعا بدون انذار الحالات هذه. نعم فيها اهمال. اخر لقطة في المفيولة اللي عندنا هي لقطة التسلل هوني اللي ضد النجم الساحلي. نشوفوا لحظة تمرير الكرة، نرجعوا للتسلل اللي نشوفوا كم صورة ثابتة، لحظة انطلاق الكرة، نشوفوا هوني لحظة الانطلاق التركيز نتاع الحكم المساعد كان غير جيد. شوفوا ثلاثة لاعبين معناتها هوني نقطة استفهام حول تركيز. هوني مطالب انه كان تنجم تجيب رازي، تنجم تجيب فرصة واحدة، فرصة تاع هدف. نعم هجوم واحد، فهمني؟ باس لوتري تنجم تكون هدف. غريبة. شكرا. يعطيكم صح. نشوفوا حبينا نحكيو على صادق سالمي واللي ماشي للشان بطولة افريقيا المحلية، اللي هو دار مباراة نتاع الاثنين، هو مع الحكم المساعد يامن الملوشي. نتمنى لهم التوفيق في الشان هذه اللي باش تصير في المغرب ان شاء الله. يعطيكم الصحة. لان خفيفة جات على الخفيفة خفيفة اليوم. لا في المجمل الأداء كان ممتاز من الحكام صراحة. إن شاء الله تو نهار الخميس عاد نتلاقاو في الجولة الأولى. الجولة الأولى نحكيو شوية توا على حصيلة مرحلة الذهاب. نستغلوا الفرصة هذه خاطر نهار الخميس ما عندناش فرصة باش نحكيو عليه. نبداو بالترجي اللي هو بطل الخريف مع حسام غراد نضال عروة.